السلام عليكم. سؤال اتسألته كتير جدا ليه علاقة باللحية وبصورة البطاقة اللي فيها اللحية. هل أنا ينفع أروح أقدم في الجيش وأنا عندي لحية؟ وهل ينفع أقدم في الجيش وهياخدوني وأنا صورة البطاقة فيها اللحية؟ ولا هيدوني موقف أمني ولا هيعملوا معايا إيه؟ قبل ما أرد عليك على السؤال ده ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس عشان إن شاء الله يوصلك كل جديد ويوصل زمايلك اللي محتاجين. طيب، أنت دلوقتي رايح تقدم في الجيش. هو الجيش معروف عنه ان قوانينه ايه؟ ان قوانينه ان هي ايه؟ اول قانون بيطبق فكره اللحيه، ان الشخص اللي جوه مبقاش ملتحي. ده انت كل يوم وانت واقف في الخدمه يقعدوا يعدي عليك الضباط ويعدي عليك اللواءات ويعدوا عليك عشان يتاكدوا من دقنك، هل انت دقنك منبته بس كده ولا لا؟ وانت تقول لي لحيه. فطبعا فكره اللحيه في الجيش مش ايه، فكره اللحيه مرفوضه. طيب، انا دلوقتي مربي لحيتي، طيب وصوره البطاقه فيها اللحيه، اعمل ايه؟ اولا عشان تقدم في الجيش عشان ما ياخدوكش، غير صوره عشان ما يحصلكش مشكله، غير صوره البطاقه. غير صوره البطاقه، ما تخليش فيها اللحيه. ده رقم واحد. الحاجه التانيه، وانت بتقدم في الجيش وحاطط واللحيه بتاعتك موجوده، تحلق لحيتك. مفيش حد بيروح، لان انت لو رحت باللحيه بتاعتك او رحت بصوره البطاقه فيها اللحيه بتاعتك، هتاخد صوره البطاقه، هتبقى الموضوع هيدوك موقف امني او هتاخد اعفاء امني، فهتعمل مشكله لنفسك وتعمل مشكله لقرايبك وتعمل مشكله لما تيجي تشتغل وتعمل مشكله. طب انا عايز اقول لك حاجه، انت حابب انك تربي اللحيه او حابب انك انت تخلي عندك لحيه، خلاص يا عم مفيش مشكله، بس ما تقدمش للجيش واهرب بقى، ولا شوف عايز تعمل ايه. انما هو القانون بيقول كده. ده لا هو معارضه للحيه ولا هو قبول للحيه. انا كده كده ايه، عارف ان اللحيه سنه على الرسول، بس انا مش بتكلم عن فكره اللحيه خالص. انا بتكلم عن قوانين مكان بيتم تحديدها من خلال المكان. فانت مرتبط، انت طالما رحت المكان لازم تمشي تبع قوانين المكان. اللي هي بتقول ايه قوانين المكان؟ اللي هي بتقول ان الشخص لازم طالما تواجد في اي مكان في الجيش، سواء تجنيدك هيبقى في الداخليه او هيبقى في حربيه، مفيش لحيه. فانت ما تقوليش اصل انا رايح باللحيه وهو هيعملوا معايا ايه وهيدوني وموقفي هيبقى ايه والكلام ده كله. لان طبيعي انت لما تروح باللحيه هيبقى موقفك موقف امني، يعني انت هتاخد اعفاء امني. ولك وان تتخيل بقى الاعفاء الامني ده بيعمل ايه، وانا قايل لك قبل كده في كذا بوست الاعفاء الامني ده بيعمل ايه. وده حصل مع ناس كتير جدا كلمتني وسالتني، قالت لي احنا رحنا خدنا اعفاء بسبب ان احنا كنا مربيين لحيتنا او في البطاقه صوره اللحيه. فانت ناوي تقدم في الجيش وعايز تخلص خدمتك وعايز تنجز، تحلق لحيتك وتحاول تعمل ايه، وتحاول تغير صوره بطاقتك. طب وبعد الجيش يا عم، بعد الجيش عايز تخلي صوره لحيتك في البطاقه اعملها، عايز تطلع تربي لحيتك بره ربيها، اعمل اللي انت عايزه، انت حر ما لم تضر. لكن طالما انت هتخش الجيش وعايز تخش الجيش وقابل انك تخش الجيش ومش عايز مشاكل، يبقى تحلق لحيتك. وده تابع لقوانين الجيش، لان انت تمشي تبعهم طالما نويت تبقى واحد منهم. ما نويتش خلاص مفيش مشكله، ربي دقنك واهرب وما تعملش اي مشكله طبعا، وده ما انصحش بيه اي حد. شكرا، سلام عليكم.